كتف خروف مشوي بالفرن مع الفريكة. أكيد الطريقة كاملة بالفيديو وجدا سهلة، ممكن تعتمدوها بالعيد. أنا تبلت الكتف قبل بيوم. عندي هون بالزبدية زيت زيتون، ضفت لها معلقة زنجبيل مطحون، معلقة هال مطحون، ومعلقة فليفلة حمراء أو البابريكا، ونص معلقة من بودرة الزعفران، وخلطتهم سوا. ربع معلقة من بيكربونات الصوديوم. المرة الجاي رح أعملهم معلقة. أنا هون الكتف هو مغسول، عصرت عليه ليمونة وخليت الليمون يوصل لكل الأنحاء. بعدها ضفت عليه الملح، ملحته كتير منيح. كنت ناسية اني اعمل هيك شقوق بالكتف بالسكين، هلا تذكرت رجعت عملتهم وملحته كمان بالزوايا الداخلية. اكيد رح ادهنه كتير منيح بالخلطة اللي انا عملتها، البهارات مع الزيت، وهيك رح خلي الخليط يوصل كل الزوايا. وهون صار عندي الكتف جاهز. رح اغطيه بورق البلاست وحطه بالبراد لتاني يوم. هلا تاني يوم انا رح الف الكتف بورق الزبدة وورق الالمنيوم كتير منيح مثل ما انكم شايفين، وحطه على فرن سبق اني شغلته على درجة حرارة 230 ل 250 من فوق وتحت. رح حطه بالنص. عندي بيضل بالفرن قريب 4 ساعات ونص، طبعا مع المراقبة إذا ما استوى أو إذا استوى بعد 3 ساعات ونص حسب كل حدا وفرنه. بهالوقت ليستوي معي الكتف أنا عندي هون طنجرة، حطيت بسفل الطنجرة سمنة أو زبدة أو زيت أي شيء انتم متعودين تستخدموه. أنا الفريكة عندي على طول بنقيها وبعدين بغسلها بالمصفاية. وهون بدي أحط الفريكة وملحها شوي وقليها شوي بالسمنة. أكيد نوع الفريكة وزرافتها لها دور باللذة. شوفوا أنا الفريكة اللي جايبتها جدا لونها أخضر وحلو. اللي ما جرب الفريكة نصيحة جربوها لأنها طعمها غير الرز وغير البرغل، جدا لذيذة. والسر بطبخ الفريكة إنها بتنعمل على مرقة اللحم. أنا هون بضيف عليها مرقة اللحم بالكمية اللي شفتوها، وهيك صارت عندي جاهزة اني غطيها وارجع لها بمرحلة الاستواء. طبعا المي فوق الفريكة قريب 1.5 سنتيم. اذا شفتوا المي قليلة ممكن تزيدوا، ولو كانت كتيرة الفريكة بتاخد مي، يعني ما تخافوا. اكيد رح هدي الغاز وارجع بمرحلة الاستواء. اكيد انا هلا هون طالعت الكتف بعد ما استوى. عندي منسف حطيت فيه رز وبعدها راح اسكب عليه الفريكة. شوفوا كيف صاير شكل الفريكة، عن جد جدا ظريفة ولذيذة وناجحة 100%. بعد ما سكبت الفريكة فوق الرز ومديته هلا راح احط عليه الكتف. وشوفوا الكتف يا عيني عن جد استواء صاير مثل الفستق بيقولوا. جربوها عن جد، الطريقة جدا سهلة وناجحة وجدا لذيذة. المهم انا هلا هون راح زين الجات بالمكسرات اللي بدي اياها. انا زينته بس باللوز المقلي، وهيك منظر المنسف على السفرة عن جد جدا فخم ومرتب وبيناسب المناسبات، العزائم أو الأعياد. كل عام وانتم بخير وصحة وألف هنا.